السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايب قلب؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وفي اتم صحة واحسن حال. النهاردة هنعمل حاجة حلوة قوي كلنا بنحبها ومش بنختلف عليها. هنعمل النهاردة البصارة. البصارة دي من الاكلات النادرة اللي كلنا بنعملها كل فين وفين، بس كل لما بنعملها بتبقى ليها شوقة كده وبيبقى لها وحشة وبتبقى كمان طعمها تحفة. بصوا حبايب قلبي، انا جبت هنا ربع كيلو فول مدشوش ونقعته كده ساعتين تلاتة. انا مش فاكره انا قعدته قد ايه، بس انا قعدته فتره، يعني ممكن يكونوا من ساعتين لثلاث ساعات. وبعد كده غسلته كويس جدا وطلعت كل الشوائب اللي فيه، وحطيته كده في الحله ونزلت عليه ببصلايه وفصين توم وحزمه شبت وحزمه كزبره. ما تكتريش الخضره علشان لونها ما يبقاش غامق قوي. وبعد كده حطيت لها قرن فلفل اخضر ونزلت عليها بميه يا دوبك غطيتها وشغلت عليها النار. حبايب قلبي ما تغطوش البصاره قوي، او ممكن تعروا الغطا شويه كده، يعني تبعدوه شويه عن الحله علشان خاطر بتفور وايه وتنزل كده على البوتاجاز، فاحنا مش عاوزين الخطوه دي تحصل معانا. فهي اول لما تغلي انت مغطياها عادي، واول لما تلاقيها غلت قومي عينه الغطا شويه او عينيه خالص مفيش مشاكل، واول لما تتشرب هدي النار خالص كأنك بتسوي رز بالظبط وقومي مغطياها. بقى في المرحلة دي مش هتلاقيها فرن. بصوا يعني انا غاسله الفول كويس جدا كذا غسله وبرضه طلع ريم، بس انا طبعا مش هقدر اطلعه لان هو هنا طبعا اختلط مع ايه، مع الخضر. ومعايا هنا بتنجان عروس، وقلت بقى هقليه وهنعمل بتنجان ايه، مخلل كده البصار. فانا جبت البتنجان غسلته وشقته كده من الجناب وحطيت الزيت يتقدح، وهنزل بقى بالبتنجان بتاعي. لما تنقي البتنجان نقي البتنجانيه اللي مليانه لحم كده ومقلبظه كده، عشان لما عقبال ما انت ما تقليها وتنشف شويه كده من الزيت تبقى فيها لحم كده وانت بتاكلي تعرفي تاكليه. ما تنقيش البتنجانيه الرفيعه لانها عقبال ما بتتقلي بتنشف كده وبتتمص ومش بتبقى حلو. نيجي بقى هنا للبصارة كده، احنا مهديين النار عليها خالص وهي هنا يعتبر خلاص على وشك ان هي تستوي. انا بقى هنا سبتها شوية، وبعد ما مسكت الفولاية كده بايدي ولقيتها بتتهرس كده في ايدي سبتها لما بردت خالص، ورحت نازلة بيها في شفشق الخلاط، وحطيت شوية مية صغيرين خالص وطحنتها في شفشق الخلاط. دي الخطوة. وبعد كده في نفس الحلة اللي انا كنت عاملة فيها الفول وسلقاه جبت بصلاية كبيرة شكشكتها بالشكل ده وحمرتها في شوية زيت. وهاجي دلوقتي بعد ما ادتني اللون الجميل ده هنشل كل البصل دوت على مناديل مطبخ او على ورقة كراسة نضيفة علشان خاطر ينطر الزيت زي ما انتم شايفين بالشكل ده كده. في نفس الحلة اللي كان فيها الزيت اللي انا حمرت فيه البصلاية اللي هي حلة البصارة اساسا من الاول، بعد ما طحنت البصارة بالشكل دوت احط الحلة على البوتاجاز واخلي الزيت دوت يسخن شوية، واقوم نازلة بالبصارة على الزيت اللي انا حمرت فيه البصلاية. ايه رأيكم بقى؟ انا هنا وفرت مواعين، وكمان ما كركبتش حواليا، وكل حاجة بقت في حلة واحدة. كل الحاجات اللي انا استعملتها شفشق الخلاط والحلة، بس هم دولت اللي اتدهولوا. الحلة عملت فيها من الألف للياء، سلقت فيها الفول، حمرت فيها البصلاية، ورجعت نزلت بالبصارة في قلبها تاني. يعني أنا هنا ما استهلكتش مواعين كتير. أول ما البصارة بتاعتي تغلي غلوتين كده هو 3 وتديني القوام اللي أنا عايزاه، هبدأ أنزل عليها بكمون وملح وشطة وشوية كزبرة ناشفة، بس أنا حطيتهم بعد المقطع ده لأني كنت ناسياه. شوية كزبرة ناشفة، انت كده كده اوريدي حاطه لها كزبره خضر. اول لما تغلي كده وتبقبق كده اقوم مطفيه عليها علشان القوام بتاعها ما يتقلش وتبقى تخينه قوي كده عامله زي المهلبيه، لا انا عايزاها كده تكون قوامها مناسب تشيل كده على اللقمه وانا باكل. وكمان خلصنا كده حبايب قلبي البصاره بتاعتنا النهارده، غرفناها كده في الاطباق ورشينا عليها كده البصل وبقت بالشكل القمر التحفه ده. عايزه اقول لكم كان طعمها في منتهى الجمال. حمرنا جنبها كمان بطاطس وملحنا البتنجان بتاعنا، وطبعا احنا كذا مره حدقنا البتنجان مع بعض قبل كده بكذا وصفه. انا عن نفسي طلعت الخلطه اللي عاملاها في الفريزر وملحت بيها البتنجان، ما عملتش حاجه جديده يعني. بصوا طعمها جميل جدا، القوام بتاعها مناسب، لا هي تخينه قوي ولا هي خفيفه قوي. خلي في تعليمات بقى،
وانت بتعملي البصاره خلي الميه بتاعتك يا دوبك مغطيه الفول، ما تزوديش ميه قوي لان البصل هينزل ميه والخضار اللي انت حطيتيه هينزل ميه. فحاولي على قدر الامكان الميه تغطي الفول بس. اول ما يتشرب تهدي عليه النار وتسيبيه يستوي كانك بتسوي الرز بالظبط، هتطلع بالقوام الجميل ده. وشوفي بقى الخطوات بتاعتي وقولي لي ايه رايك في الخطوات بتاعتي، وقولي لي ايه رايك في الفيديو بتاع النهارده. جربيها بنفس الطريقه هتعجبك ان شاء الله وتنور رضاكي. ولو عجبتك اضغطي لنا لايك وشير وسبسكرايب للقناه.